السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عاملين هريسة الشطة، هريسة الفلفل الأحمر. يا رب يعجبكم ان شاء الله. هو فيديو خفيف، وطبعا عارفين ان الهريسة دي بنستعملها في كل حاجة، المحشي والبتنجان والسمك وكل حاجة، وبناكلها كده جنب الأكل، وحاجة جميلة جدا ولازم نعملها. وده اوان الفلفل الاحمر طبعا، كمان واساسي للزيتون، الزيتون الاخضر لازم الهريسة دي. بينفع في كل المخللات، في الليمون المعصفر، في كل حاجة، وموفر. ولما تعمليه، ودلوقتي الكيلو وربع والكيلو ونص ب10 جنيه، مش حاجة، ويبقى موجود في بيتك. بس اهم حاجة تلبسي جوانتي. يلا بينا نشوف مكونات الفيديو، يلا بينا. النهارده بقى هنعمل ايه؟ المكونات اللي معانا، هنعمل احلى هريسه، ومش في الكبه، هنعمل الهريسه في الخلاط باسهل طريقه. انا جايبه كيلو ونص فلفل حار ب10 جنيه، ده كيلو ونص. ومعانا المكون التاني الثوم، معاكي كده راس توم كده حلوه، والملح والزيت، مش محتاجين اي حاجه تاني طبعا. ولابسه جوانتي تقيل عشان انا اتلسعت كتير قوي بين الفلفل الحراق ده، وبيجي على وشي وعيني، فانا ما لقيتش القلافز اللي هو الابيض ده، جوانتات البيضه، فانا ده بتاع التين، بخليه للتين كل سنه، فبخليه للتين وبخليه للفلفل الحراق. فانا اول حاجه بغسل الفلفل كويس قوي تحت الحنفيه 3 مرات كده، وبعد كده بنشفه من الميه، وبعد كده بحاول اشيل، هو طبعا حراق، فانا بحاول اشيل ايه؟ البذر، شايفين؟ والفلفلايه دي جميله قوي، عامله زي البلحه، بصوا مليانه لحم، شايفين جمالها؟ انا اهو نضفت على قد كله اهو، ما عادش فيه حاجه، زي ما انتم شايفين كده. وشوفوا لحمه ازاي، عامل زي الفلفل الالوان، بس ده حراق. فانا بمسك الفلفل كده وافتحه كده، واحاول اشيل، طبعا اشيل البذر. معلقه؟ نعم، معلقه صغيره؟ لا لا لا، هو بتشيل كده بس، تفضي منه البذر. عشان ايه؟ البذر ده بيبقى حراق قوي، زي ما انتم شايفين كده، ما بياخدش حاجه مني طالما لابسه الجوانتي. بتعامل بايديا الاتنين اهو اهو، يا رب يكون واضح لكم. الهريسه طبعا ما بنستغناش عنها، والايام دي الزيتون حلوه قوي، وبتحطيها جنب الاكل، وبتخلي بيها البتنجان، في حاجات كتير للسمك، لصواني السمك. برضو لما بتشوي السمك بتحطي برضو معلقه هريسه، بتدي طعم جميل قوي. في المحشي، اللي بيحب المحشي مشطشط كده، هي ليها استخدامات كتير وما بنقدرش نستغنى عنها بصراحة. يعني جنب حتى أي أكل تخليه لي البتنجان، تاخدي منها حبة كده صغيرة، حلوة قوي. ويا سلام بقى لو معاه عندك فلفل رومي أحمر وتخلطيه عليه، يعني يبقى الحرقية بتاعته ما يبقاش حراق قوي. أنا بحاول إن أنا أو زي ما انتم شايفين كده، اخلص بقى ايه الكميه وارجع لكم نشوف هنعمل ايه. كده انا شلت منه البذر كله، بس بحاول ايه اسهل على الخلاط، لان الكبه عندي بايظه، فاحاول اقطع الخلاط كده عشان ما يقفش معايا، فبقطعه حتت يعني ايه وسط كده. ايه كده قطعناه كله. خلاص كده قطعته، انا بس بسهل على الخلاط عشان ايه
ما يوقفش مني، وبقطعه كده لان انتوا عارفينه لحم الفلفل تخين. فكده خلصت كده. خلي بالكم يا جماعه من الفلفل ده صعب قوي قوي، بينط في كل حته. طبعا ايه الخلاط اهو، الخلاط اهو بتاعي اظبطه بس كده. هحط ايه الاول؟ هحط شويه زيت كده، تمام. ماشي. وهحط ملح. حطيت زيت، لو عايز تاني احط، تمام. احط كده فصين كده توم، وهحط الفلفل حبه بحبه كده، يمشي معاكي تحطي تاني. بسم الله. كده دي الكمية كلها؟ دي كل الكميه اهي. هي راس توم كده 8 فصوص 6 فصوص حسب ما انت عايزاه يعني. كده خلاص. مش هتشتغل ليه؟ زي ما انتم شايفين كده، شايفين زي الكبه واحلى من الكبه كمان. انا عايزه ادوقها بس خايفه، بس انا مش هدوق بقى. هو حلو كده، حتى لو طلعت دلع شويه مش مشكله، انا حاطه ملح. طبعا الليمون ما بيتحطش عليها وانت بتخزنيها كده، لا، انت بتحطي الليمون لما ان شاء الله نبقى نعمل كمان حبه بس على النار. اوريكم الهريسه اللي على النار. شايفين ريحتها فظيعة. الباقي برضو هحطه في بطرمان تاني. هتحطي زيت من على الوش؟ ده اساسي. يس. زي ما انتم شايفين كده الجمال والحلاوه. خدتش حاجه، بس خلي بالكم من ايديكم ومن وشكم، الفلفل بيطير كده. ده بطرمان كان مربى عندي، غسلته بميه سخنه وعقمته حلو قوي وحطيته، والباقي برضه هشوف له بطرمان واعبيه. وكده نقفله ونحطه في الفريزر بتاعنا في التلاجة من تحت، في التلاجة من باب التلاجة يعني اقصد. هيبقى جميل جدا معاك وهتستعملوه في كل حاجة وموفر وجميل جدا. وفي ناس كمان بتجيب الفلفل الاحمر الرومي وبتعمله وبتحطه على الصلصة، بيوفر برضو معاها. فيا رب يعجبكم الفيديو، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وعشان نبقى نكبر كلنا مع بعض، ولازم ندعم بعض برضو. ويا رب الفيديو يعجبكم. السلام عليكم.